مثلا عروة ابن الزبير. عروة بن الزبير ده رضي الله عن عروة ابن الزبير بن العوام، وأمه أسماء بنت أبي بكر، واخد بالك؟ ده لما أصيب بالأكلة في رجله، والأطباء أجمعوا أن لازم رجله تتقطع، فواحد من الأطباء قال له اشرب خمرا وبعدين نقطع رجله، هتوه وتغيب عن الوعي ونقطع رجله. قال ما كنت لأستعين على دفع بلاء الله بمعصية الله. في هذه الآونة اللي هو رجله دبت فيها الأكلة، ابن من أولاده مات. ابن من أولاده مات، كان عنده 4 أولاد. فالمهم لما اتقطعت رجله بعد وفاة ولده، وقال لهم طبعا أنا سأدخل في الصلاة، وإذا دخلت في الصلاة فاقطعوها. ولولا صحة إسناد هذا الخبر ما صدقته، لأنه خبر عجيب. لما دخل في الصلاة عروة بن الزبير تاه، يعني قلبه كله اجتمع. وانت عارف القلب لما يجمع قوته بالكامل يشل قوة الجوارح، تبقى الجارحة زي المشلولة. إذا القلب سحب قوة الجوارح وقوته كلها اجتمعت على بعضها، يبقى الجارحة زي المشلولة بالضبط. إنما تستقي الجارحة قوتها من القلب. يعني الرجل له عضلات مثلا ويصرع الناس كلها، لو جيت قلت له ابنك الوحيد مات، يوم واقع من طوله. طب يقع من طوله ليه؟ فين عضلاته؟ لو هو مرعوب خايف ما يعرفش يضرب، لا يستطيع أن يضرب إلا إذا القلب أعطى هذه الجرح القوة. فهو لما بقى صلى وجمع قلبه كله على التلاوة وعلى الصلاة، قطعوا له رجله ونشروها بالمنشار وما أحس بها. فلما اتقطعت رجله قال اللهم قد كان لي 4 أولاد فأخذت واحدا وأبقيت لي 3، وكان لي 4 أطراف فأخذت واحدا وأبقيت لي 3، فاللهم لئن ابتليت فلكم عافيت، ولئن أخذت فلكم أبقيت. خد 1 وساب 3، وهو ابتلاه مثلا في سن كذا قد عافاه برغم اقترافه للذنوب طيلة السنوات الماضية. ده عبد بقى، عبد مارس العبودية وعاش بها، مش كل ما تصيبه مصيبة يتهم ربه عز وجل ويقول أنا ماذا فعلت، كأن الله عز وجل